كان قد تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لمصلحة فريق الهلال في بداية الشوط الثاني. هذه محاولة الآن الناحية اليمنى تمر ياسر الفريدي الذي يمررها يوسف. جول 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 جول! أخيرا أخيرا يا العربي، أخيرا يا العربي بتخلي الأرض تتكلم. عربي هنا في الملاعب الإيرانية، في ملعب أزادي، في الملعب الكبير والملعب الشهير أمام هذا الجمهور العملاق لفريق بيروزي. يتقدم فريق الهلال. قلت لكم في الشوط الأول فريق الهلال يمتلك الأفضلية الهجومية فيما علقت عليه في الشوط الأول، يعني آخر 10 دقائق تقريبا. ومع بداية الشوط الثاني بدأ واضحا بأن الهلال يسيطر على خط الوسط ويقوم بهجمات مدروسة، لكن رعونة كانت للمهاجمين وتغاضي عن احتساب ركلة جزاء من قبل الحكم كيم دونغ جين. لكن في الأخير يوسف العربي